مرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدون ومتتبعي قناة جمال ديكور. معكم فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نصور لكم واحد الجولة فيها 3 صالونات وبيت ديال الضيوف وغرفة وكذلك بيت ديال الجلاس. فبقاو معنا وتبعوا معنا الجولة حتى النهاية باش تشوفوا الأشكال اللي عملناهم في هذه الدار هذه. بالنسبة لهذه الدار هذه الإخوان، مول الدار حاول أنه يختار هذه الأشكال هذو بدون إنارة مخفية، غادي يعتمد على لي سبوطات فقط وكذلك التريا، يعني ما غاديش يدير هذاك الشريط ديال الليد، غادي يعمل غير لي سبوطات في هذه الدار هذه كامله. الاخوان قبل ما نبداو في الجوله ديالنا بغيتكم تدعمونا بالاعجاب، واللي كيشاهدنا اول مره يضغط على الزر ديال الاشتراك ويفعل ميزه الجرس باش يتوصل بالجديد ديالنا ان شاء الله. بالنسبه لهذا العمل هذا ديالنا غادي نتلقاو فيه هذه السينتا هذه بلديه في الدار كامله تقريبا، لان هذا الدوزيام لتحت عملنا السامبل. حاول انه يختار هنايا هاد السينتا هذه بلديه بدون اناره مخفيه غير بلي سبوطات. غادي نوضح لكم اكثر. هذه هي الدخله ديال الدار باش تفهموا التصميم ولا الفصاله ديال هاد الشقه هذه. غادي نبدا لكم من الباب باش تفهموا الفصاله. كيف ما كتلاحظوا معنا مع الدخله الاخوان كيلقانا هذا الصالون هذا الكبير خدمناه بالجوان. انتم الاخوان خدمنا بجوان كرو فيه 25 سنتيم، ومن بعد طلعنا 5 سنتيم وحطينا هاد الباكيطه هذه كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو بدون ليد، غادي يعتمد غير على لي سبوطات. وعملنا هاد الايلات كما لاحظتوا الاخوان، هاد الايلات ديال هاد النقش هذا، وعملنا في بلاصه ديال البولا ولا بلاصه التريا نفس النقشه ولا نفس الزواقه حتى هي دايره بنفس الباكيطه اللي عملناها في الجوال. حاولنا اننا نخدموا نفس التصميم في الصالات بثلاثه كيف ما كتلاحظوا الاخوان. هذا الصالون هذا تقريبا قد هذا الثاني. كيف ما كتلاحظوا هنا عندنا شرجم، اذا خاص كاشريدو ضروري. عملنا الكاشريدو ديالنا من القنت حتى للقنت فيه 20 سنتيم والعرض 15 سنتيم. بالنسبه للسيجور صغير عليهم ولكن عملنا له نفس التصميم. بالنسبه لهاد الجوان الاخوان مشينا على نفس العبار في الصالونات بثلاثه 25 سنتيم ونفس الباكيطه. هاد السيجور عنده جوج ديال الشراجم، خلينا له الكاشريدو ثاني من جوج جهات من القنت حتى للقنت في نفس القياس ديال الكاشريدو الاول. بالنسبه للهبوط هبطنا نفس العبار في الصالات بثلاثه باش ملي كتدخل كتلقى نفس القياس ونفس الهبوط. بالنسبه لهاد الفواصل كيف ما كتلاحظوا كاين واحد طالع على واحد، حنا حاولنا اننا نغلفوهم وعملناهم نفس النيفو قد بعضياتهم. ما عملناش القواس لان القواس اللي عملناهم غادي يغطيو لنا على الصالونات وهكا غادي نشارجيو اكثر. كيف ما كنقول لكم دائما حنا ما كنختاروش الصور، مول الدار هو اللي كيختاروا الصور، حنا فقط كننفذوا. كيف ما كتلاحظوا الاخوان ها هي لا فينيسيون. غادي نشرح لكم الطريقه ديال لا فينيسيون اللي ما كيعرفهاش. لا فينيسيون هي تدخل للدار تعجبك، يعني كتلقى الجوان مشيع من جهه الحيط، كتلقى هاد الباكيطه حتى هي مشيعه، كتلقى هادو منقوشين مزيان ما مقطعين شيء. هذا هو لا فينيسيون. ما يبانولكش الشراطي، ما تبانلكش الشعره، ما يبانولكش الضرابي. هذا هو لا فينيسيون. خصك تدخل ترتاح في الدار وتشوف انها راه فيني. كان هذا هما الصالونات بثلاثه. مع الدخله الاخوان كاينه جوج غرف. الغرفه الاولى حسبيه جدا، عملناها بجوان كرو فيه 25 سنتيم، راه نفس القياس اللي عملناه في الصالون هو اللي عملناه هنا باش ما يجيش شي واحد الخلل في السقف ولا في الشوفه. كيف ما كتلاحظوا عندنا ثاني هنا الشرجم حتى هو عملنا له الكاشريدو. بالنسبه لهاد الرانكيه عملناها نفسها، حطينا الباكيطه ديال 5 سنتيم ولينا حطينا نفس القياس، ولينا حطينا الباكيطه وخلينا هاد السقف هذا حسبي. كيف ما قلت لكم في الاول الدار كامله ما فيهاش الليد ديال الاضاءه ولا النيو، فيها الجوان لكن ما فيهاش الاضاءه. غادي يعتمد غير على لي سبوطات. لي سبوطات في هذا البيت هذا غادي يكونوا هنايا في الرانكيه الاولى ويكونوا في الرانكيه الثانيه بالاضافه الى التريه. كان هذا هو البيت الاول. اما الغرفه ديال الضيوف انتم كتشوفوا الاخوان، هذه هي غرفه الضيوف. غرفه الضيوف حتى هي بدون اناره مخفيه.
لي سبوطات فقط كيف ما قلت لكم في الاول. حاولنا هنايا ما نجيبو حتى شي شوكه مقطعه، وهنا نحصلوا على ديك الزياده اللي كاينه في الوسط. بالنسبه لهاد الشرجم هذا اللي كاينه كما لاحظتوا معنا جات في القنت، بقى واحد ليسباس كبير بزاف الجهه ديال الشمال، لهذا حاولنا اننا نعملوا كاش ريدو فقط للشرجم. يعني بعدنا واحد 50 سنتيم على اليمين وبعدنا واحد 50 سنتيم على الشمال، وسدينا الاخر ولا كملناه بالجوان عادي. كما كتلاحظوا راه كملناه بالجوان. الكاش ريدو مشينا على نفس القياس 20 سنتيم على 15 راه كافيه الريدوات. كانت هذه هي الغرفه ديال الضيوف. كاين اونفاس مع الاخوان كاين المطبخ. المطبخ حتى هو عملناه بدون اناره مخفيه، غادي يعتمد غير على لي سبوطات، وكيف ما لاحظتوا خدمنا بنفس القياسات ديال الرانكيه. هانتوما كتلاحظوا الاخوان كي بحال اللي كنشرح لكم دائما، ملي ما كيكونش الزليج كتحاولوا انكم تخدموا غير رانكيه بلا بلا جوان، وملي كيكون الزليج لا بغيتو تخدموا الجوان راه كتخدموه، لكن بهاد رانكيه بلا بدون جوان كتطلع احسن من الجوان، لان انتم كتعرفوا الكوزينه مع داك الغرغر اللي كيدور ديال الخوا ديال الجوان كيعطي جماليه، ولكن بعض المرات كيتلوث في المطبخ. من الاحسن انه يكون بلا. هذا رايي. غادي يكون غير لي سبوطات هنايا، وغادي يلعب بالاضاءه في هذا الحاسبي هذا. كان هذا هو المطبخ. بالنسبه للغرفه الثانيه ولا الغرفه الثالثه الاخوان، كتدخلنا هانتوما الاخوان واحد الكولوار نفس القياس هو بالجوان. هنا كاين الحمام. الحمام مظلم ما غاديش يبان لكم، راه هو بلا حسبي 100%. هذه هي الغرفه ديالنا الاخوان كيف ما كتلاحظوا، حتى هي عمل فيها البلدي، ولكن ما عملش الليد ولا الاناره المخفيه. خدمنا بنفس الرانكيه ديال الجوان، وطلعنا 5 سنتيم وحطينا 20 سنتيم، ولينا حطينا هذه البلديه هذه، وعملنا هذا الشكل هذا في الوسط كيف ما كتلاحظوا، بالاضافه الى التريه. بالنسبه للتوزيع ديال الاضاءه غادي يكونوا لي سبوطات في هذا الجوان هذا، وغادي يكونوا في هذا الفراغ اللي حسبي بزاف تما غادي يكونوا لي سبوطات. كيف ما كتلاحظوا الغرفه ديالنا غتلقاوها ما مقطعه حتى شي جهه. هانتوما الاخوان يعني جميع الزواوق كاملين مكمولين، ما كاين لا زيادات لا نقصان. بالنسبه للتراوبيز اللي كيكون كنخرجوه في الحسبي، وهكا كنحصلوا على هذا الانسجام في هذه الزواقه هذه. بنفس الطريقه خدمنا ثاني هذا التشكيل هذا اللي كاين في الوسطي. ها هو الاخوان. هذا الشكل هذا كيطلع بالليد كيطلع زوين، ولكن مول الدار هو اللي اختار انه ما يعملش الاناره المخفيه، حاول انه يعتمد على لي سبوطات فقط. كانت هذه هي الجوله ديالنا، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونكون عطيناكم واحد الاشكال اللي تقدر تعجبكم. الاخوان ما تنساوش انكم تدعمونا بالاعجاب، واللي كيشاهدنا اول مره يضغط على الزر ديال الاشتراك ويفعل ميزه الجرس باش يتوصل بالجديد ديالنا ان شاء الله. بالنسبه للتواجد ديالنا، حنا كاينه في مدينه القصر الكبير، فمرحبا بالجميع مع امكانيه التنقل. احسن لنا الاخوان، كنشكركم على حسن التتبع والمشاهده. كان معكم جمال ديكور يحييكم اينما كنتم، والسلام عليكم.